جايلي سؤال بيقول اعمل ايه في تعديلات العميل الكتير؟ حاسه بيك جدا مبدئيا، ولكن احنا عندنا نوعين من التعديلات. تعديل فيه السكريبت وتعديل فيه الاداء. تعديل فيه السكريبت ده بيكون من العميل، يعني انت سجلت وبعد ما سجلت قالك طيب احنا محتاجين نغير بس شويه كلام كده في السكريبت المكتوب، فده بيكون من عنده، فهو مطالب ان هو يدفع لك مقابل التعديل ده لانك هتضطر تسجل من الاول. تعديل فيه الاداء، فانت سجلت في العميل بتاعك طالب منك تعديلات معينة، مفيش اي مشكلة خالص من حقه، ولكن لو التعديلات دي عمالة على بطال ومش منطقية وما فيهاش فروقات واضحة، بمعنى صح العميل مش فاهم هو عاوز ايه بالظبط، فلازم تحجم الموضوع ده برضو بفلوس، اللي هو مفروض في اتفاقك مع العميل يكون فيه تعديلين او 3 بالكتير مجاني، وبعد كده اي تعديل بيكون بمقابل سي $5 على كل تعديل، او شوف التوتال بتاعت الفلوس بتاعتك كام وحط لها نسبة معينة مقابل كل تعديل.